حاليا بره مصر الموبايلين تقريبا نفس السعر للنسخة 256 جيجا، وجوه مصر برضو الموبايلين نفس السعر لو هتشتري بضمان دولي مش ضمان محلي. لو انت محتار ما بين اونر اكس 9 بي واونر 90 فالفيديو ده علشانك، وعايزك تركز معايا كويس للاخر. الجزء الاول من الفيديو هيكون للناس اللي انا بنصحهم يختاروا اونر 90، ودول هيبقوا الغالبية، وهقول لهم 3 اسباب يخلوا اونر 90 افضل ليهم. والجزء الثاني من الفيديو هيبقى للناس اللي هيكون اونر اكس 9 بي افضل ليهم، ودول هيبقوا نوعين فقط من المستخدمين. بس كالعادة قبل ما نبدأ عايزك تنزل تعمل لايك لانه بيفرق كتير في انتشار الفيديو، ولو كنت اول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس. لو هتشتري الموبايل او هتشتري اي حاجة من موقع نون استخدم اكواد الخصم بتاعتنا واللي هتديك خصم اضافي. لو بتشتري من نون مصر اكتب GF10، ولو بتشتري من نون السعودية او الامارات اكتب GL50. هنبدأ زي ما قلنا بالناس اللي أنصحها تشتري اونر 90، وأول سبب يخلي الموبايل يكسب هو التصميم. من حيث الواجهة الأمامية تقريبا مفيش فرق، الموبايلين بيجوا بواجهة أمامية مثالية في السعر ده، شاشة كبيرة وكيرفد أو منحنية الأطراف بحواف قليلة جدا من كل الجهات، ونوتش بانش هول بحجم متوسط. الاختلاف هيبدأ لما نتكلم عن تصميم الظهر في كل موبايل. الظهر في اكس 9 بي شيك، خصوصا النسخة اللي ظهرها من الجلد واللي احنا جربناها واللي بتيجي باللون البرتقالي. الجلد بيدي شياكة بطبيعة الحال، مع فريم كاميرات دائري كبير في منتصف الظهر بتحاوط بإطار ذهبي من بره ومليان باللون الذهبي من جوه. اللون الذهبي عامل كونتراست حلو مع البرتقالي، لكن مع ذلك شياكة الظهر في اكس 9 بي لا تقارن بشياكة الظهر في اونر 90، وبالذات اللون الفضي للموبايل واللي اسمه دايموند سيلفر، واللي بيعمل انعكاسات قوية جدا مع الضوء. من فوق بيبقى سادة ومن تحت منقوش بطريقة شيك قوي، مع فريم كاميرات بتصميم جديد ومبهر عبارة عن شكل بيضاوي بحواف من المعدن. الحواف من فوق ومن تحت رفيعة ومن اليمين والشمال عريضة علشان تمشي مع نفس الشكل البيضاوي، حاجة كده إبداع في التصميم. الفريم الخارجي للموبايل من المعدن واخد نفس لون فريم الكاميرات، والمعدن بيدي إحساس بالشياكة أكتر وانت ماسك الموبايل في إيدك. من حيث السمك والوزن فاونر بتقدم ابداع حقيقي في الموبايلين، لكن السمك اقل شويه في اونر 90 7.8 مللي، في اكس 9 بي بيبقى 8 مللي. وزنهم خفيف ما بين 183 و 185 جرام، فلو بتدور على الموبايل الاشيك واللي بيدي فخامه اكتر يبقى اونر 90 طبعا، تصميمه احلى بشكل واضح. أما تاني سبب بيخلي اونر 90 أفضل ليك كمستخدم هو الفرق الكبير في قدرة الشحن. طبعا الموبايلين بتيجي معاهم الشواحن الأصلية جوه العلبة. اكس 9 بي بيجي بقدرة شحن 35 واط، وده طبعا رقم قليل في السعر ده. الموبايل بيشحن من 0 لحد 100% في حوالي ساعة وتلت، في حين ان قدرة الشحن في اونر 90 بتكون 66 واط، بفرق كبير عن قدرة شحن اكس 9 بي تقريبا الضعف. والفرق ده واضح في زمن الشحن من 0 لحد 100%، لانه بيكون هنا حوالي 50 دقيقة، بفرق حوالي نص ساعة اقل من زمن شحن اكس 9 بي. طبعا في فرق بسيط في حجم البطارية بين الموبايلين، في اونر 90 بتبقى 5000 ملي امبير وفي اكس 9 بي بتبقى 5800، لكن حتى لو كانوا نفس الحجم بالظبط كان برضه هيبقى في فرق كبير في زمن الشحن. وطبعا انت كمستخدم عادي للموبايل هيكون الافضل ليك انك تاخد قدرة شحن اعلى وزمن شحن اقل بفرق مش قليل، ومفيش اي مبرر يخليك تضحي بحاجة زي كده. أما تالت نقطة وواحدة من أهم أسباب تفوق اونر 90 هو الفرق الكبير في الكاميرات وفي إمكانيات التصوير، سواء في الصور الثابتة أو في تصوير الفيديو، واللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. بس قبل ما نشوفه عايز أفكرك تشترك في جروب التليجرام بتاعنا، لأنه بينزل عليه المنتجات اللي عليها عروض وخصومات قوية. هتلاقي الرابط تحت الفيديو، دوس عليه وبعدين دوس جوين أو اشترك. أنا مش من الناس اللي بتهتم قوي بالأرقام وعدد الميجا بكسل في جزئية الكاميرات، لأن الأهم بالنسبة لي هي معالجة ألوان الصورة. مع ذلك خليني أقول لك الفرق في الأرقام برضو لأنه كبير. في اونر اكس 9 بي الكاميرا الأساسية دقتها 108 ميجا، وفي اونر 90 200 ميجا بكسل. في اكس 9 بي الكاميرا العريضة 5 ميجا، وفي اونر 90 12 ميجا بكسل. السيلفي في اكس 9 بي 16 ميجا، وفي اونر 90 50 ميجا بكسل. طيب بعيدا عن الأرقام تعالوا نشوف الصور.
الصور. لو هنتكلم عن الكاميرات الخلفية مثلا، التفوق واضح جدا لصالح اونر 90. معالجة الالوان في اكس 9 بي بهتانة، واللون مش بيبقى مشبع بشكل حقيقي، واللوك بتاع الصورة مش حلو. في اونر 90 اللون برضو مش حقيقي، والتشبع بيبقى زيادة شوية، ولكن شكل الصورة عموما بيبقى اجمل، واللوك بتاع الصورة حلو ويشد العين، خصوصا لو بتصور بخاصية العزل. شكل الصورة بيبقى جميل، في حين ان خاصية العزل في اكس 9 بي مش بتشتغل الا مع تصوير شخص حقيقي. يعني ما ينفعش تصور وردة مثلا بخاصية العزل، لكن في اونر 90 ينفع. كمان كاميرا اونر 90 تكسب في الاضاءات الضعيفة، النتيجة بتكون افضل والصورة منورة اكتر، ومع تفعيل الوضع الليلي في الموبايلين هتلاقيه برضو اقوى من اكس 9 بي. كذلك لو رحنا للكاميرات العريضة هتلاقي فرق كبير لصالح اونر 90، واللي بتدي فيه الكاميرا الوان قريبة جدا من الوان الكاميرا الاساسية، في حين كاميرا اكس 9 بي العريضة غير ان تفاصيلها قليلة و5 ميجا بكسل رقم متواضع جدا، لكن كمان الوانها مش مظبوطة وبعيدة عن الوان الكاميرا الاساسية. الكاميرا اللي بتدي نتيجة حلوة في الموبايلين هي كاميرا السيلفي، الوان الصورة مظبوطة بشكل كبير، ولكن برضو اونر 90 بيتفوق اولا في الوانها اقرب للحقيقة. في اكس 9 بي اللون مشبع بزيادة، واللون الاصفر مالي الصورة. ثانيا كاميرا اونر 90 فيها اوبشن انها تصور بزاوية عريضة جدا كأنها كاميرا وايد، ودي حاجة مش موجودة في كاميرا اكس 9 بي. ده بالنسبة للصور الثابتة. اما بالنسبة لتصوير الفيديو اونر 90 هيفوز برضه، وهقول لك ليه. اولا بيصور بالكاميرات الخلفية والامامية لحد 4K، اكس 9 بي بيصور 4K بالكاميرا الخلفية وفول اتش دي بالامامية. ثانيا التثبيت الالكتروني في اونر 90 شغال لحد دقة ال 4K سواء في الكاميرات الخلفية أو كاميرا السيلفي، في حين إن التثبيت في اكس 9 بي شغال مع الكاميرا الخلفية لحد فول اتش دي ومش شغال أصلا مع كاميرا السيلفي. ده غير إن الألوان زي ما احنا شايفين برضو أحلى في اونر 90. بالتالي بقى واضح ليك ان اونر 90 افضل ليك كمستخدم طبيعي، معاك تصميم اجمل وقدرة شحن اعلى وكاميرات احلى بفرق واضح عن اكس 9 بي. ده غير حاجات تانية بيتفوق فيها اونر 90 لكن بشكل بسيط مش كبير، زي الشاشة مثلا. هي ممتازة في الموبايلين وبتيجي بحجم كبير وبنوع اموليد وبتردد عالي وبدقة ممتازة، لكن في حاجات بسيطة بتميز شاشة اونر 90، زي مثلا دعم خاصية ال HDR 10 بلس واللي مش موجودة في اكس 9 بي، وزي ان شدة الإضاءة أعلى شوية 1600 نتس، في اكس 9 بي شدة الإضاءة 1200 نتس، لكن في النهاية الاتنين إضاءتهم ممتازة. حاجة تانية بيتفوق فيها اونر 90 بفرق بسيط زي المعالج، سناب دراجون 7 الجيل الأول، واللي بيدي أرقام أعلى شوية من سناب دراجون 6 الجيل الأول واللي موجود في اكس 9 بي. ولكن الموبايلين كأداء من أحسن ما يكون لو هنتكلم عن الاستخدام العادي والتصفح وفتح التطبيقات. ولكن في حاجة بتميز اكس 9 بي في الجزئية دي، وهي ان النسخة ال 256 بتيجي برامات 12 جيجا، نفس النسخة في اونر 90 بتيجي برامات 8 جيجا. النسخة ال 512 هي اللي راماتها 12 جيجا، ودي سعرها بيزيد شوية. وفي حاجة كمان برضو بتميز اكس 9 بي، وهي المعالج الرسومي المسؤول عن الألعاب، وده اللي هياخدنا للجزء الثاني من الفيديو علشان نبدأ نتكلم مع الناس اللي هيكون اونر اكس 9 بي افضل ليهم. أول نوع من المستخدمين أنصحه يشتري اكس 9 بي هم الجيمرز أو اللي عايز موبايل جامد في الألعاب، وده علشان سببين. اولا زي ما قلنا المعالج الرسومي اقوى، وده عامل فرق في اعدادات الجرافيك في لعبة PUBG واللي بتهم معظم الجيمرز. في اكس 9 بي بتقدر تلعب على اكستريم فريم او 60 فريم ريت وعلى جرافيك عالي HDR، ودي اعدادات قوية جدا. في اونر 90 بتقدر تلعب برضو على 60 فريم، ولكن علشان تعمل كده بتنزل على اقل جرافيك. كذلك العاب تانية زي كول اوف ديوتي برضو بتلعبها على اعلى فريم ريت من غير ما تنزل في الجرافيك. طبعا اداء الالعاب عموما على الموبايلين قوي جدا ومفيش اي تهنيج او تقطيع، ولكن برضو ال 12 جيجا رام في اكس 9 بي اكيد هيريحوا الموبايل اكتر في المهام التقيلة زي الالعاب، هيريحوه اكتر من ال 8 جيجا رام في اونر 90. تاني حاجة في الموبايل هتفيدك في الجيمز هي حجم واستهلاك البطارية. الحقيقة اونر اكس 9 بي من اقوى الموبايلات اللي جربتها في استهلاك البطارية، ده غير حجمها الكبير 5800 ملي امبير. الموبايل في الاستخدام المتوسط وبدون لعب كان بيقعد معايا من يومين ل3 ايام على شحنة واحدة، وطبعا الناس اللي بتلعب كتير يهمها يكون معاها بطارية نفسها طويل. ده اول نوع بقول له يشتري اكس 9 بي.
اما النوع التاني هو الناس اللي استخدامها للموبايل عنيف او الموبايل بيقع ويتخبط منهم كتير، وده طبعا لان زي ما هو معروف اونر بتسوق للموبايل على اساس انه ضد الكسر واتعمل عليه اختبارات تحمل كتير، وفعلا الموبايل بيستحمل بشكل اكبر من معظم الموبايلات التانية، بالتالي هيكون انسب للناس اللي عايزة موبايل يستحمل. طيب يبقى خلاصة الفيديو انك لو مستخدم عادي بتعمل مكالمات او بتفتح السوشيال ميديا او بتشتغل بالموبايل هيكون اونر 90 افضل ليك، لكن لو جزئية الجيمز تهمك او عايز موبايل يستحمل الخبطات يبقى اونر X9B افضل ليك. كده احنا خلصنا الفيديو، ودلوقتي بقى عايزك تعمل 3 حاجات مهمة جدا. اولا تشترك في القناة وتعمل سبسكرايب علشان توصلك كل فيديوهاتنا. تاني حاجة تستخدم اكواد الخصم بتاعتنا لو هتشتري اي حاجة من موقع نون. وتالت حاجة تشترك في جروب التليجرام وهتلاقي الرابط بتاعه تحت الفيديو. مستني تعليقاتكم واسئلتكم في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم.